في ناس ممكن تصحى من النوم وقلبها بيدق بسرعة ومش عارفة فيه ايه، فانا عايزك بقى تسمعني لغاية الاخر علشان اقول لك ايه الحكاية. ده قلق، وده مرض حقيقي، اضطراب نفسي وله علاج. القلق ما هواش جزء من الشخصية، وما هواش حاجة ما بتخلصش او ما بتتحسنش او ما بتتعالجش. القلق بيحصل لما مخنا يفضل في وضع الطوارئ طول الوقت. في جزء في المخ اسمه اللوزة الدماغية او الاميجدالا، والاميجدالا دي بتبعت اشارات ان في خطر حتى لو ما فيش خطر حقيقي. في العلاج المعرفي السلوكي بنفهم ان افكارنا هي اللي بتغذي الاحساس ده. الاحساس ان انا قلقان دلوقتي، فالفكرة بتيجي ان انا هفشل او ان انا هيغمى عليا. المخ بيصدق الفكرة والجسم بيتفاعل معاها، ضربات القلب بتزيد، بيحصل رعشة ودوخة، وهنا القلق بيفضل في دايرة مفرغة. احنا في العلاج بنستخدم حاجة اسمها breaking the cycle، او ان احنا بنكسر الدايرة دي. طب ازاي؟ اول ما نلاحظ اعراض القلق، بدل ما نجري من الاحساس ده، نجرب كده ان احنا نقف، ناخد نفس عميق من مناخيرنا ب4 عدات، ونطلع النفس من بقنا في 6 عدات، ونكرر ده 10 مرات، ونكرر جوانا ان انا دلوقتي مش في خطر حقيقي، ده مجرد قلق وهيروح وانا اقدر اعدي ده. الابحاث بتقول ان التمارين التنفس وتمارين ملاحظة الفكرة من بعيد هي بتقلل نشاط القلق اللي في المخ مع التكرار. وعايز اقول لك ان حياتك ممكن تهدى، وانك انت تدي لنفسك فرصة تاخد نفسك. انا محمد علي، دكتور نفساني.